معكم الآن طارق جيب الله، صاحب الكوميديا السودانية الرائعة التي أبهرت كل العالم، والعالم يعتز بي وأنا أعتز بالعالم. العالم يحبني وأنا أيضا أحب العالم، لكن يا للأسف لفقري أنا فقير والله. حقيله موز ما بلقاه، حق الدقوة بالطماطم لما أجيبه. أنا وصلت لمرحلة حرجة من عدم وجود الغذاء، عشان أنا أقدر أطلع لكم حاجة داير غذاء يكون لو معبى جبت له رسلت ما ترسلوا لي قروش. أنا داير تعبيات حياة حلوة وحياة جميلة ترسلوا لي في صندوق عشان أقدر أغذي نفسي. يا هو في النهاية لو رسلتوا إلي مال هأغرضه. السودان بقت فاتورته في الأكل مرتفع، ربع البصل ب 80,000، ربع الويكة عمل 390، حطب ناشف وجوه بصوته عمل 300. لو عايز تشتري لك دقيق قمح انت والاسره في اليوم داير لك لوري بتاع دقيق قمح ولوري فتريت. يلا السعوديه. فالحياه نحن هنا بقت عندنا حيز ما ضرق من العيش. السعوديه وش فينا السعوديه انه لك انت يا ناس السعوديه، انا الشيء اللي اطلبه منكم انتوا تريدون ان تدعموني لظروفي، لكن لو كلفتوا ذول الجبن السعوديه بمظروف طيران ماشي وياه لحد ما يلف فيه وداني المظروف، والله اموركم في السودان كلها تتحلحل، وانا امل ذلك. انا طارق من زول عايز اي شيء في السودان والله ياخذوا القرش لا تعرف، بس انتوا ادعموني عشان شنو اوقف نفسي، واقدر انت لما تجوني في السودان اقدر انضم معاكم واقدر اوجهكم التوجيه الصحيح، فانتم تستفيدوا ونحن نستفيد، والفائده بين البشر من قامة الدنيا موجوده، المنافع بين البشر شيء مهم في تنميه الانسانيه، في تنميه كل ثقافات السودان او الثقافات السعوديه او الثقافات اوروبيه او ثقافات اندونيسيه او ماليزيه او كوريا. شرة